انا لو تقول لي اتش اي في هقول لك بوهيميان رابسودي على طول. انا عارفه انك مش هتصدقني لو قلت لك ان دي اول حاجه انا فكرت فيها لما عرفت اني مصابه. كنت لسه مخلصه فرجه على فيلم بوهيميان رابسودي وحكايه فريدي ميركوري، ومش هكدب عليك انا بس ما كنت وقت ما بتفرج ما كنتش فاهمه قوي ابعاد الفيلم او ليه الشخصيه كانت كده، وبعدين عييت وفهمت وبقيت حاسه ان نهايتي هتكون زيه، يعني حاسه اني هموت بنفس المرض. انا لغايه دلوقتي ما شفتش الفيلم مره تانية، مش عارفه واقعه عليا هيبقى عامل ازاي بعد ما بقيت مصابه. خايفه شويه. اول مره رحت الحميات لقيت طابور طويل الناس واقفة فيه عشان يخشوا الدكتور يمضي لهم ويصرفوا العلاج من الصيدلية اللي في المستشفى. خدت مكاني في الطابور وانا واقفة دماغي اصلا ما كانتش معايا، يعني ما كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل. انا سرحانة بحاول افهم واستوعب ان ده هيبقى شكل حياتي لحد ما اموت. وفجأة واحنا واقفين ومن غير اي مقدمات لقيت واحد من العمال اللي في المستشفى عمال يشتمنا كلنا ويقل ادبه جامد، يعني من غير ما اعيد كلامه بالظبط، بس كله كان في سياق اننا قلالات الادب وان اهالينا ما ربوناش واننا شويه عالم صايعه مش محترمين ونستاهل اللي حصل لنا، وختمها انه يا رب تموتوا عشان الدنيا مش ناقصه نجاستكم، وقام تافف علينا. يعني انا من الموقف ما كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل. انا ذهلت ان في حاجه بتحصل كده، ان ده بيحصل. وطبعا لا انا ولا اي حد من اللي واقفين في الطابور رد عليه، كله حط وشه في الارض من سكات، لحد ما الولد اللي كان واقف قدامي هو اللي رد. ولد عنده حوالي 19 20 سنه، بص له وقال له انه هو بياخد الدواء من هو عنده 6 سنين، وانه ما عملش حاجه اصلا، المرض جاله من اهله. مسح بيه الارض وقال له انه هيقدم فيه شكوى، فالراجل طبعا خاف ومشي. اللي كان مذهل بالنسبه لي انه ما حدش عمل حاجه للراجل ده، احنا ناس واقفه في الطابور عايزه تمضي الورقه عشان تنزل تصرفها من الصيدليه، ما حدش عمل له حاجه، هو من نفسه قرر يعمل ده غصب عني. طبعا من الموقف ومن اللي حصل دموعي بدات تنزل يعني، وكنت بعيط شويه. فالولد اللي قدامي بدا ياخد باله، قعد يهديني ويطمني، وانا فاكره كلامه كويس قوي: انت كويسه وما فيكيش حاجه، هو اللي مش متعلم وهودولك في 60 داهيه، ما تقلقيش. كلامه بصراحه فرق معايا قوي قوي. ما اعرفش انا كنت بلوم الدنيا او بلوم التعليم او بلوم نفسي على جهلي. انا متعلمه وعامله دراسات وكل حاجه، بس انت بتكتشف مع الحكايه دي انك جاهل قوي. ما هو انت ما حدش بيقولك هو بيجي منين ولا تحمي نفسك ازاي او تخلي بالك من ايه. انت نفسك عمرك ما هتدور تقرا وتحاول تفهم اكتر منك. كلنا بنقعد نقول ما انا عمري ما هيحصل لي كده، هيجي لي منين يعني. فريدي ميركوري على فكره اتبرع بفلوس كتير قوي عشان يساعد في الابحاث واكتشاف علاج للاتش اي في. يعني انا بحاول اساعد وابقى زيه، مش بساعد بالفلوس بس بساعد بالمعلومه. انا كان نفسي حد يقول لي المعلومه دي وقت ما احتجتها، فحاسه انه انا محتاجه اساعد بده، لانه خلي بالك اللي بيطلب المساعده ده هو كمان عنده اتش اي في، فلسه دماغه ما اتظبطتش ولسه مش فاهم قوي زي ما انا ما كنتش فاهمه. فانا مش عارفه هو هيشوفني ازاي، يعني ما تضمنش برضه. انا بس نفسي انسى اليوم بتاع صرف العلاج ده، انسى كل كلمه سمعتها من العامل، وانسى شتمته وتفته ودعوته علينا باننا نموت. ونفسي انسى اكتر اني اخترت اني ما اردش عليه واسكت وابص في الارض. بس يعني في حاجات كده عمرك ما بتنساها مهما عدى عليها الوقت.